السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بلادكم منورين. صلوا على النبي حبايبي قبل ما نبدأ أي كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مبروك 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 مقدما لحبايب قلبي طلاب الثانوية العامة. النهاردة ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر، ربنا يحميكم. بذلتوا مجهود كبير أوي 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 وعملتم اللي عليكم. النهاردة طبعا الخميس كان آخر يوم ليكم في الامتحان. أتمنى لكم النجاح الباهر. وحبايب قلبي الفيديو ده نعمله لمين؟ عايزين نعمل سلسلة حلقات كده، نبتدي بالأم وبالأب. تمام. طبعا الأب ربنا يكرمك، انت كنت مصدر رزق بعد ربنا في توفير الماديات، اللي هي المصاريف، الدروس والأكل والشرب، وهذا واجب عليك وفرض عليك، لأن ولادك يعني مسؤوليتك. في نفس الوقت جزاك الله خيرا ان انت يعني كفيت ووفيت في هذا الامر. في بعض الناس للاسف ما بيهتموش بالموضوع ده، بس انا هنا رسالتي لكل اب ربنا كرمه وبسم الله ما شاء الله قام بالواجب مع اولاده وكل ام. طيب احنا بقى دلوقتي عملنا اللي علينا احنا من وجهة نظرنا وزيادة. طيب جزاك الله خيرا. وطبعا انتوا عارفين ان انا برضك كان معانا برضك ثانوية عامة وكده، بس نصيحة من ماما امان لكل ام ولكل اب في الفترة دي. طبعا انت اجتهدت قوي قوي قوي، احلى اكل واحلى شرب وبنهيئ الوقت، ولو عندك اطفال صغيرين كنت طول السنة، او مثلا ولادك يعني مثلا ابنك اصغر حاجة في ولادك زي عملت عندنا كده احمد، بتهيئ الجو، تقولي لاولادك الكبار بالله عليكم ما تجوش في الايام ده عشان اخوكم عنده امتحان او اختكم عندها امتحانات والكلام ده كله. طيب احنا جزاك الله خيرا بقول لكم من مكان هذا كل ام سهرت. يعني في بعض الامهات كانوا بيكلموني، كنا بنبقى في صلاة الفجر مثلا، تقول لك ايه تتصل بيا يا ماما امان ندعي لي، يا ماما امان انا مش جاي لي نوم. طبعا انا عارفه ان انتوا قطع اعصابكم مشدوده، وفي بعض الامهات مشكورات الله يبارك لهم كانوا بيودوا ولادهم الامتحانات وبسم الله ما شاء الله بينتظروهم طبعا زي ما انتم شايفين في الشمس الحارقة قدام المدرسة ساعات طويلة، حوالي يعني مروح ومجي مش أقل من 4-5 ساعات خروج من البيت مع الأعصاب المشدودة. فطبعا انتوا كده كفيتم ووفيتم ومشكورين على اللي انتوا عملتوه كلكم. طيب ايه المطلوب مننا ايه بقى دلوقتي يا ماما امان؟ ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ ان احنا بسم الله ما شاء الله نجتهد بقى في الدعاء. مش معنى ذلك ان احنا بقى اولادنا خلصوا امتحانات هتقولي لي لا يا ماما امان لا لا مين قال لك ان احنا ما بنبطلش دعاء؟ لا، انا مش الدعاء بس، كمان يا جماعة ان احنا يعني نتمنى مع الدعاء ان مثلا انت مثلا نفسك مثلا ابنك يدخل في كلية معينة او بنتك، لا مع الدعاء في دعائنا برضك نتعلم ان احنا ندعي، ان احنا نقول يا رب اكتب لي لابني الخير حيث كان. يا رب ابني نفسه في كلية كذا، او انا شايفة ان هو في الكلية هذه مثلا، اي كلية مش هسمي يا جماعة اي كلية بعينها، يا رب انت عالم ان كان فيه خير لابني او لبنتي في هذه الكلية اللي هو الجامعة اللي هو مختارها، خير له في دينه ودنياه وحياته كلها، يسر له الأمر فيها. لو ما فيش خير في هذا الأمر في هذه الكلية، اكتب له الخير في مكان تاني يا رب، وفي نفس الوقت ارضي ابني وارضينا. يعني في بعض الناس مثلا مهيئة نفسها لأولادها مثلا بيدخل مثلا كلية علمية زي الطب زي الهندسة زي الصيدلة زي الحاجات اللي هي الكليات تعتبر بنسميها عندنا كليات القمة. بس هقول لكم حاجة، بيجي مثلا
مثلا يدخل كلية أدبية. يعني في بعض الناس كانوا أعرفهم، كانوا بسم الله ما شاء الله ثانوية عامة، وكانوا عايزين يدخلوا ما شاء الله طب أسنان وهندسة وصيدلة والكلام ده كله. فانتوا شفتوا الامتحانات كانت عاملة ازاي يا جماعة، وده تقسيم ربنا سبحانه وتعالى. في نفس الوقت تبص تلاقي بعض الولاد دي دخلوا كليات أدبية، بقوا الناس تسخروا منهم، يقول لك يا بعد ما كنت ما شاء الله هتبقى دكتور، هتدخل كلية مثلا أدبي اللي هي اللي بتاخد مجاميع مش كبيرة ومش عارف ايه. عارفين عن تجارب احنا شفناها بعينينا، الناس اللي كانوا بيسخطوا من الناس دي ويقول لك انت كنت هتدخل طب، انت كنت هتدخل مش عارفة احلامك كانت ايه، وفي الاخر تدخل كلية ادبية. عارفين الناس اللي دخلوا كلية ادبية دي بسم الله ما شاء الله الله اكبر بقوا حاجة تانية. في يا جماعة يعني في مجالات كتير. وهقول لكم على حاجة، اولياء الامور لما ان شاء الله النتيجة تطلع لازم تهيئي نفسك. ما تهيئيش نفسك ان انت هتجيب اعلى الدرجات، لا هيئي نفسك. مش ببشر عليك، لا ابشري بالخير. وممكن التنسيق يبقى على قد مثلا ايه اللي انت كنت متوقعه لابنك. يعني مثلا متوقعه مثلا ابنك مثلا حاجه و90 حاجه و80، التنسيق يا ستي يبقى مثلا المجموع بتاع ابنك ده يدخل الكليه اللي هو نفسه فيها. في نفس الوقت عايزاكي برضك ان انت دايما تجتهدي بقى في الايام دي التصحيح. يا رب سخر لولادنا عباده الصالحين، يا رب ولادنا يجيبوا اعلى الدرجات. يا رب انا عارفه ان ابني ممكن يكون قصر يا رب، بس انت عالم ابوه شقي وانا شقيت وتعبنا عشان نوفر له معيشه كريمه. انا عارفه ان ابني ممكن يكون كان مستهتر شويه، بس الامر يا رب هيبقى شديد عليا قوي لا قدر الله لو حصل اي حاجه. يا رب اكرمه، يا رب هديه، يا رب استحشأنه. ودايما في الوقت دون بالذات يا حبايب قلبي يا جماعة الخير ندعي لأولادنا بصلاح الحال، ربنا يا رب يكرمهم ويصلح شأنهم. وهيئوا نفسكم. في بعض الناس تقول لك ايه، ده انا كنت ساعة بقى النتيجة تقول لك لا ده انا ابني كان عامل، ده انا كنت متوقعه عليه فوق ال90 فوق ال95 وال99 واكتر من، يعني في التسعينات في الرينج ده. بص تلاقي ابنها جاب حاجه و70 جاب حاجه و80، تبقى منهاره. ليه؟ انت هيأت نفسك؟ لا انا مش بقول لك كده، انا بقول لك سيبها لله. في نفس الوقت يا جماعه الخير اللي مكتوب عند ربنا هيكون. اللهم خير لاولادنا الافضل يا رب، اختار لهم اختار لهم الافضل. وفي نفس الوقت لما تيجوا في جواب الترشيح هقول لكم برضك واجب على كل ام وكل اب، لو انت خبره بهذا الامر مفيش مشكلة. لو ما انتش خبرة بصي شوفي حد في العيلة، لو ده ابنك اول مثلا ابن في بيتك في محيط الاسرة، ما انتش عارفة التنسيقات، ما انتش عارفة. في يا جماعة الخير مثلا والله عن تجربة، كان في بعض الشباب بيبقى مجموعهم مثلا حاجة و80 وعايزين يدخلوا مثلا كليات قمة في ادبي او كليات قمة مثلا في علمي، بتبص تلاقي في جامعات فتحت في بعض المحافظات يمة الأقصر. يعني في مرة من ذات المرات في جامعة كده كانت لغات زي لغات وترجمة اتفتحت في كانت مفتوحة في الأقصر بقالها تقريبا سنة أو سنتين. في أثناء الولد لما كان بيدور، كان الولد أدبي، لما الولد بيدور على الكلية اللي هو كان نفسه فيها القمة في الأدبي، طبعا هنا في القاهره ما لقاش، في المحافظات اللي هي القريبه زي اسكندريه والكلام ده كله ما لقاش. لقى فين؟ لقى ما شاء الله في محافظه اسوان. ده عشان تصفح كل الجامعات اللي هي الجديدة والقديمة. أنا بتكلم على الجامعات العامة اللي هي العامة مش الخاصة يا جماعة. وربنا يكتب لنا ويكتب لكم الخير اللي ربنا يجيبه لنا حلو، وما نقارنش يا جماعة. وفي نفس الوقت في كلمة هقولها للأمهات، اوعي حذاري تقعدي بقى تقولي ايه، ابني
على ما النتيجة تظهر. ابني ربنا يستر بس يجيب 70%، ده ابن محلش، ويبقى انت متأكدة ان ابنك بسم الله ما شاء الله مطمن قلبك، وابنك كان مجاوب احسن اجابات، يمكن هيجيب المستوى اعلى مستوى، وبتبقى انت عندك يقين بذلك، وبتبقى انت متأكدة ان ابنك حالل الاجابة النموذجية. بس قال ايه؟ قال بتغزي العين. لا يا حبيبة قلبي، ده بيكتب عليكي كذب. اياكي وتقعدي بقى تقولي ايه، ما تتكلميش، لا تقولي ابن حل بس يجيب 70%، بس يجيب 80%، ده لو نجح لو عدى السنة دي يبقى فضل من عند ربنا. لا، تبشر خير، وما تفكريش ان انت بتكذبي، ان انت كده بتغزي العين. لا، ده انت بتكذبي على ربنا قبل الناس، وربنا هيديكي اللي انت عايزاه. كم من ناس من اسر كتير وامهات بالذات دايما تغزي العين زي ما بيقولوا، ويقولوا لا بس ابننا ينجح، تبص تلاقي عيالهم فعلا جابت درجات مش كويسه، اقل ادنى الدرجات. ليه؟ ما هو هم اللي عملوا في نفسهم كده، ولما الدرجات بقى بتطلع يقول لك لا والله ده ابني كان بيذاكر، ده ابني كان مكفي على الكتاب. طب فين يا كدابه؟ ما انت كنت بتقولي ابني ما بيذاكرش، ابني ملعب، وابني بتظهر بقى الحقيقه. فبالله عليكم تفائلوا خير، ما تتكلموش لا ابني كان بيذاكر ولا ما بيذاكرش. حد يقول لك مش عارفه، الحمد لله ربنا يقدم لهم اللي في الخير، ربنا يكتب لابن الخير حيث كان. احنا والله راضيين باي حاجه ربنا يكتبها لنا، وان شاء الله باذن الله النصايح دي كل ام وكل اب يا ريت نستفاد من هذه النصائح. وما تنسوش لو عجبكم نصيحتي هذه تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة والتعليقات الجميلة. واللي أول مرة يشوفنا، لو عجبكم المحتوى أتمنى أن انتوا تشرفونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.